بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ الحقيقة أنا يعني سعيدة جدا وأنا بقدم الفيديو ده، والحقيقة الفيديو ده يعتبر يعني زي باقة ورد كده وتحية وشكر وعرفان لجمعية خريجي كلية سان مارك فريق المسرح العربي، إن هم الحقيقة ادوني فرصة رائعة إني أساهم معاهم بتأليف بعض أغاني مسرحية غابة أونلاين اللي انتوا شايفين البوستر بتاعها. والحقيقة ابتدت القصة يعني لما الفنان عمرو وهبان اللي هو الثعلب اللي انتوا شايفينه ده على الشمال كده في النص لابس اصفر، من كرم ربنا وفضله ان هو شاف شغلي على اليوتيوب، فتواصل معايا والحمد لله كانت يعني ابتدينا التعاون مع بعض يعني. والحقيقة يعني هي كانت مسرحية رائعة بكل مقاييس، وانا رحت اسكندرية مخصوص بس عشان اشوف العرض. اتعرضت في نص الشهر يعني. وطبعا هم منهال عليهم عروض في اسكندريه، بس انا برضو منتظره بفارغ الصبر ان هم ينزلوا مصر عشان اشوفهم تاني يعني واشوف المسرحيه باذن الله. والحقيقه هم كلهم يعني فريق عمل رائع. كنت لسه ما جاتليش فرصه اتعرف عليهم كويس، انا اتمنى ان شاء الله بقى ان تجيلي فرصه يعني اقابلهم في ظروف غير ان هم بيكونوا بيشتغلوا. رحت اسكندريه مرتين الحقيقه، مره شفت البروفات ومره حضرت العرض، ففي المرتين كانوا مشغولين جدا، فانا يعني بس غالبا اتعرفت بس على الفنان عمرو وهبان وعلى المخرج الاستاذ مصطفى الفقي، والباقيين يعني كده ايه يعني يعرفوني بالشبه، لكن ان شاء الله يعني اتمنى اعمق صلتي بيهم، وطبعا ان شاء الله دي تكون بدايه تعاون كتير بينا باذن الله. عايزه اشرح لكم الكلمه اللي مكتوبه على اليمين اللي تحت، كلمه دراماتورج عمرو وهبان وكريم صالح. كلمه دراماتورج معناها معالجه دراميه، يعني المسرحيه غابه اونلاين هي اصلا مستوحاه من قصه تانية، فعمل لها ريرايت او اعاده كتابه عمرو وهبان اللي هو الثعلب وكريم صالح اللي هو وحيد القرن اللي على الشمال اللي تحت. الحقيقه برضو الفنان كريم صالح كوميديان رائع. والمسرحيه كلها مكتوبه بطريقه رائعه، يعني هم صحيح عملوا يعني عملوا معالجه لعمل تاني، بس هم تقدروا تقولوا ان هم الفوا المسرحيه، يعني لان الحوار كله يعني مبني على يعني اولا في معالجه لمصر ما بعد الثوره باسلوب مبسط للاطفال، وفي نفس الوقت برضو في يعني عنصر اضحاك وعنصر استعراض وعنصر غنائي يعني. والحقيقه كلهم بيمثلوا رائع، حتى تلاقيهم هم يعني لو تبصوا في الصوره كل واحد واخد الدور بتاعه كويس، يعني اللي في النص اللي هو جنب الثعلب على طول اللي هو زي تلاقينه باصص باستعلاء كده، هو دوره كده، فكل واحد حتى باينه في الصوره دوره ايه. سبحان الله، يعني الغزاله فخوره بنفسها باين. فانا عاجبني فيهم ان هم فعلا كلهم مثلوا باقتدار، كل واحد ادى دوره حقه، فما شاء الله كلهم موهوبين وكلهم اروع من بعض. والمخرج الاستاذ مصطفى الفقي يعني انسان رائع جدا، فربنا يوفقهم دايما يا رب، وان شاء الله من نجاح لنجاح. الفيديو ان شاء الله انا هعرض لكم نبذه عن الاغاني اللي عملتها بترتيب عرضها في المسرحيه يعني. وبرضو انا يعني خدت فيديو مقتطفات من فيديوهات كده بسيطه يعني برضو للاغاني، فهبقى اعرضها لكم ان شاء الله لبعض الاغاني الحقيقه، يعني هبقى اعرضها لكم ان شاء الله. تمام. اول غنوه ان شاء الله، وهي اول غنوه الفتها الحقيقه المسرحيه يعني، وعزيزه على نفسي جدا، اغنيه الناس الطيبين، وهي من اسمها كده بتتكلم على المصري الاصيل بقى في جوهره وايه الصفات الجميله اللي فيه يعني. ويعني الحمد لله انا سعيده ان برضو يعني المسرحيه ادتني تنوع في الاغاني اللي عملتها، يعني الغنوه دي ممكن تعتبروها اغنيه انسانيه، اغنيه وطنيه، بعد كده هتشوفوا اغاني من نوع تاني يعني. فاسيبكم دلوقتي تشوفوا بقى مقطع فيديو للغنوه وهي بتتغنى. عرفتوا يبقوا مين؟ في ناس الخير ماليها، شوفها تجري عليها، تشفيك لمسة ايديها، دول ناسنا طيبين، تديك وجهها فاضي، تتعب والقلب راضي، تنسي احزان
دويتو الذكريات اللي جايه، والحقيقه غنوه عاطفيه رقيقه جدا. بيحكوا فيها عن ذكرياتهم هم اطفال، هم كانوا يعني يعني التقوا هم اطفال، وبعد كده فرقتهم الحقيقه، وبعدين اتقابلوا تاني. ف... فالمعنى كان يعني كان جميل ومؤثر. فالحقيقه انا تفاعلت معاه وطلعت غنوه برضو الحقيقه، يعني الحمد لله ربنا وفقني فيها قوي. وحازت الحمد لله الاعجاب يعني الفريق الحمد لله. وهي الحقيقه يعني اول دويتو اعمله برضو، يعني اول تجربه دويتو، فكانت برضو يعني حلوه يعني في كده. فهسمعكم برضو مقطع منها وان شاء الله تعجبكم. لما كنا صغيرين وقلوبنا لسه خضرا وحلمنا بريء. فاكر لما كنا بنجري في الغيطان بنعدي على الحواجز وحلمنا فرحان. أنا فاكر. الأغنية اللي جاية الحقيقة هي من نوعية الأغاني اللي أنا بحب أكتبها، الأغاني التحفيزية. وبرضه هي دويتو، ده كان تاني دويتو اعمله لهم يعني. وتقول نقدر طبعا نقدر طبعا نقدر نملى الدنيا عمار، نقدر طبعا نقدر نخلي الصحراء خضار. الحقيقه عايزه اقول ملحوظه برضو ان انا يعني كل الاغاني اللي الفتها يعني كانت اكتر شويه من الوقت المتاح للاغاني في المسرحيه، وده كان كويس ان هو اتاح يعني للملحن فرصه انه ينتقي من الاغاني. فالاغاني اللي موجوده على الويب سايت انا برضو حطيت الملحوظه دي، يعني مش كلها محطوطه بالكامل في المسرحيه، بس اخدوا مقتطفات اللي تخدم يعني اكتر جزء من الغنوه يخدم العمل، لان طبعا المسرحيه متقسمه وفي توقيت لكل فقره يعني. بس كان حلو ان انا يعني انا اعمل اغنيه طويله وهم ياخدوا منها احسن ما فيها يعني. فبرضو الحقيقه اغنيه نقدر الحقيقه من الاغاني اللي انا يعني ربنا وفقني فيها جدا، وبعتز بيها جدا، يعني بعتبرها علامه يعني في تاريخي كشاعره غنائيه يعني. وبس الحقيقه ما عنديش ليها فيديو يعني. لكن ان شاء الله بقى هم اكيد لما بعد شويه هيبقوا ينزلوا يعني اجزاء من المسرحيه كده، فممكن ان شاء الله ابقى اعرضها عليكم يعني. طيب نشوف الغنوه اللي بعدها. والان مسك الختام اغنيه حكايه حيوانات الغابه. الاغنيه دي يعني زي ما تقول بتلخص فكره المسرحيه، وهي يعني الحقيقه اتاحت لي برضو ان يكون في تنوع في الاغاني. يعني الحقيقه انا فعلا بعتبر انها فرصه جميله ليا جدا، من ناحيه ان كل غنوه يعني تقدر تقول اول غنوه ناس طيبين كانت اغنيه يعني وطنيه وانسانيه، الذكريات اغنيه عاطفيه، دويتو اغنيه تحفيزيه، دي كانت اغنيه زي ايه قصه للاطفال على هيئه غنوه، يعني اغنيه قصصيه، فكانت تجربه لذيذه جدا. ويعني يعني برضو اتاحت لي شويه ان انا ايه يعني الجانب الكوميدي يطلع شويه على بسيط يعني. في حته ايه الاخيره اللي تحت خالص، هي حته انا بحبها في الغنوه والحمد لله هم خدوها يعني. اللي هي بعد ما بنحكي القصه يعني هي الاميره بتلوم الاسد، فبتقول له قول لي يا اسس، ده اسم دلع الاسد، قول لي يا اسس انت اسد بجد ولا حمار؟ طبعا الحمار ما كانش سعيد يعني، هو طول المسرحيه كل ما حد يعني يحب يتريق على حد يقول له يا حمار، يعني هي اللي ادى دور الحمار برضه اداه باقتدار جدا يعني. كلهم الحقيقه اروع من بعض يعني. فالحقيقه يعني كانت مسك الختام بالنسبه لي، كانت اخر حاجه عملتها. ويعني الحقيقه انا سعيده جدا جدا بالفرصه دي يعني. وحابه اقول يعني طبعا ان يعني انا بشكر كمان يعني فرقه المسرح العربي على التشجيع اللي ادوهولي والدعم. ولكن حابه اقول ان اذا كانت الاغاني اللي انا عملتها طلعت حلوه، فمش ده مش لفضل مني قد ما يعني ان قد ايه العمل كان جميل. فانا لما اتفاعل مع حاجه جميله لازم النتيجه النهائيه تطلع طبعا الحمد لله حلوه يعني. فانا بشكرهم جدا على دعمهم ليا، وسعيده جدا بالفرصه دي وان شاء الله تتكرر. وطبعا على المستوى الشخصي يعني حاسه انها نهايه جميله قوي للسنه، تتويج للسنه يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا طبعا يعني انا كنت قلت قبل كده انا عندي طموح ان انا احترف الشعر الغنائي، مفيش شك ان التجربه دي طبعا يعني تقول ايه ادتني يعني ضوء اخضر ان ايه ان الحمد لله يعني الهدف ده باذن الله ممكن يتحقق.
وحابه اقول برضو انه سبحان الله يعني الفنان فعلا لازم يكون واثق في نفسه وما ييأسش، لان انا كتير قوي كنت احضر حفلات وكنت عامله كده كارت صغير. لحظه واحده هجيبه لكم، احسن اجيب لكم الكارت عشان تبقوا الامور على الطبيعه. لحظه واحده. هي الصوره اللي انتم شايفينها دي الكارت بتاعي، يعني الكارت الفني بتاعي تقدروا تقولوا. يعني انا يعني عملتها على صغير وطبعتها على ورق كرتون، وكنت بروح على اي كارت يعني، كنت بروح بقى احضر حفلات لفرق وحتى كبار الفنانين، وكنت اروح اديهم الكارت ده واعرفهم على نفسي ان انا شاعره غنائيه، واقول لهم ان انا يعني عامله حاجات حلوه كتير على الويب سايت بتاعي ويا ريت يدخلوا يشوفوا الكلام ده كله. ورغم ان يعني وسبحان الله عمري ما يئست من ان يعني مش شرط الناس تستجيب، لكن الواحد لما يكون مؤمن بموهبته بتجيله فرصه لغايه عنده. لان زي ما بقول لكم في الحاله دي الحقيقه يعني ان انا حاطه شغل ليا على النت بعد توفيق ربنا، ده كان السبب في اني ايه الحمد لله تعاونت مع فرقه رائعه يعني، وده اول عمل اعمله مع يعني اتعاون مع فنانين تانيين فيه الحقيقه. فطبعا يعني الحقيقه فرصه جميله جدا مخلياني كده اتفائل بالسنه الجايه بقى، وان ان شاء الله يكون في فرص تانية جميله برضو. ويعني بشكر جدا جدا فريق المسرح العربي مره تانية اتاحتهم الفرصه دي ان انا اتعاون معاهم، واتمنى لهم التوفيق دايما، ويا ريت تدعوا لي يعني، ومستنيه تعليقاتكم على الاغاني وارائكم. وعلى فكره انا هتلاقوني حاطه يعني في الديسكريبشن طبعا حاطه صفحه غابه اونلاين على الفيس عشان تدخلوا برضو تشوفوها، تتابعوا اول باول لو حابين. حاطه برضو الشانل بتاعت الفنان عمرو وهبان، وبرضو هبقى حاطه لينكات لكل غنوه على المدونه عشان لو حابين تشوفوا الغنوه بالتحديد عايزين تقروها بالكامل، هي موجوده على المدونه يعني. بس وفي الاخر حاطه صفحه يسعدني التعاون معكم، والحقيقه صفحه يسعدني التعاون معكم هي اللي انا بعتها للاستاذ عمرو وهبان اصلا لما يعني كلمني على ان احنا ممكن نتعاون فنيا. فانا الصفحه دي حاطه فيها كل حاجه انا يعني حابه اعملها فنيا، لان الحقيقه ليا ميول كتير فنيه، يعني فكانت مفيده ان هو قدر يشوف ويقرر يعني. بس والف شكر على متابعتكم، واتمنى ان شاء الله تكون الاغاني عجبتكم، ومستنيه ارائكم وتعليقاتكم، ويسعدني التعاون معكم. والسلام عليكم.